أوري مساء أمس الثرى مناصر اتحاد عنابة حجازي عبد الكريم الذي وافته المانية في حادث مرور مروع يوم الجمعة الماضي أثناء عودته من شلغوم العيد، حيث حضر مواجهة فريقه اتحاد عنابة ضد هلال شلغوم العيد. لكن في رحلة العودة وبالضبط بضواحي منطقة عين شرشار بسكيكدا تعرضت السيارة إلى الانحراف ما أدى إلى انقلابها عدة مرات ووفاة الشاب المذكور. هذا وقد تم دفن الضحية في مقبرة بوقنطاس غرب عنابة وبحضور عدد غفير ممن قاموا بتشييعه لمثواه الأخير. الانطباع في ميكروفون زهير الأشطب. كنا في طريق العودة يعني ماشيين كما يقولوا حبة حبة مع موكب الأنصار كيتخلى علينا. الطفل اللي معايا شوفير تكاكا ضرب كود فولون زرنا في ليباريس طلعنا من تما ما شفنا حتى شيء. شوفوا غير في الناس كما نقولوا حنا كما خونا كريم ربي يرحموني في الجنازة تاعو طيشته الطوموبيل وخونا نزار سيوم طيش في السبيطار ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله ربي يشافيه. واللي صرا هذه ما فهمنا حتى شيء كيفاه صرات ولا في ناك سكوند صرا كل شيء. لقيناه كريم في متوفي حنا كي لحقنا عليه لقيناه قاعد يشخر الحق الشوفير شهد له وتم توفى قبل ما تجي لي بومبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا الخبر نطوي وإياكم مشاهدينا أوراق موعدنا الرياضي. شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم.